هو ايه موضوع نظام الطيبات؟ عايز اسأل سؤال. يعني ايه اكون مريض سكر او ضغط وامشي على نظام الطيبات وبعد فترة الاقي نفسي خفيت؟ ويعني ايه برضو اكون مريض سرطان وانتوا عارفين يعني ايه سرطان وامشي برضو على نظام الطيبات والاقي نفسي خفيت؟ الموضوع ده مش غريب شوية؟ ولا الموضوع نفسه فيه سر؟ هو المشكلة فين؟ المشكلة في الاكل اللي بناكله؟ ولا المشكلة في العلاج اللي بناخده؟ ولا المشكلة فين؟ أنا بقالي فترة بفكر إن أنا أجرب موضوع نظام الطيبات ده، أمنع الفراخ. يعني مش هقول مرة واحدة، لكن أمنع الفراخ تدريجي والبيض. طب منعت الفراخ، منعت الورقيات اللي هو الجرجير والخس والحاجات دي. طب اللبن، طب هو أنا لما قريت النظام بتاع المسموح في نظام الطيبات لقيت المسموح فيه اللحوم اللي هو الضاني ولحوم البقر واللحوم اللحمة العادية. ايه مشكلة الألبان؟ يعني ايه مشكلة اللبن؟ يعني آكل لحمة مشربش لبن؟ مش عارف، مش فاهم. عايزين نفهم. وبعدين في ناس كتير جدا طالعة على السوشيال ميديا بتتكلم على إنها جربت ومشيت على نظام الطيبات، اللي عنده ضغط وخف، واللي عنده سكر وخف، اللي عنده سرطان يعني أنا شفت واحدة كانت عندها سرطان في الفك وكان محدد لها عملية إنها تشيل جزء من الفك وجزء من اللسان، لكن هي رفضت تعمل عملية ووقفت الكيماوي ووقفت الإشعاع ومشيت على نظام الطيبات فترة. بعد كده عملت مسح ذري، الدكتور المتابع ليها قال لها لا، في حاجة غلط، احنا عايزين نعمل صبغة. ولما عمل تحليل صبغة فوجئ ان مفيش خلايا سرطانية. هل ده معقول؟ هل ده يعني يصدق ان الاكل اللي احنا بناكله هو اللي بيجيب لنا السرطان وبيجيب لنا السكر وبيجيب لنا الضغط وبيجيب لنا التليف وهكذا وهكذا وهكذا؟ انا حقيقة مستغرب ومصدوم جدا، بس مش عارف. الموضوع عايز يعني بحث اكتر، عايز ناس ناس اخصائيين اكتر، دكاترة يطلعوا يفهمونا في ايه يا جماعة، في ايه يعني. مش عارف. في النهاية حابب اقول لكل واحد بيفكر ان هو يجرب نظام الطيبات